السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل من قطع من حديث في الرد على الدكتور محمد جلال هاشم حول البيان بيان حزب المؤتمر السوداني. عملنا الحلقة الأولى، توقفنا في مكان والليلة الجزء الثاني نسمع الدكتور ونعلق عليه نفس الطريقة بتاعته امبارح. بعدين استمرار تواجد قوات الدعم السريع في المرافق العامة ومنازل المدنيين والتعدي عليها وعلى قاطنيها بس كده. ده الوصف للجرائم الشنعاء التي لا تشبه أخلاق الشعب السوداني، التي لا شبه لها إلا حملات الدفتردار الانتقامية. لماذا حرق المؤسسات العامة؟ بيتكلم عن إنه البنيات التحتية انهارت. من الذي دمر البنيات التحتية؟ ما هي الجهة التي دمرت البنيات التحتية؟ مركز البحوث الصناعية في الكدرو. ليه تحرقه؟ ليه تخش المتحف القومي وتعبث بالموميات وتقول ده عمل الكيزان؟ دي جثث تقول ده سن الكيزان. جامعة النيلين ليه تفتح النيران في المباني؟ لماذا الاغتصابات؟ لماذا اغتصاب الحرائر أمام أفراد الأسرة؟ لماذا نهب السيارات؟ الآن الدعم السريع سايق العربات كلها ما حقته، اختفت التاتشيرات. يجوا داخلين البيت يقولوا للناس اطلعوا. ده انت كل تكييفك له واستمرار تواجد قوات الدعم السريع في المرافق العامة ومنازل المدنيين والتعدي عليها وعلى قاطنيها. ده تكييفك له. افتكر ده تكييف، يعني تكييف المتحايل الذي يريد ان يغطي ولا يريد ان يدين، لانك لو كشفت الجريمة كلها مفروض ادانتك لا تكون في مستوى حجمها، لكن لما تغطي جزء منها انت بتعفي نفسك من مسؤولية توجيه الإدانة الموازية لها. بالتالي انتهاك المساعدات الإنسانية بدأ من الميليشيات بتاع الجنجويد، ما طلعت من المستشفيات، وبالتالي لا يمكن أنا أمشي مستشفى والجنجويد قاعدين. ما طلعوا من البيوت واحتموا بالأسواق. الهجوم تاني يوم الهدنة على سك العملة والمدرعات، تمركز القوات كان في السوق المركزي، وكل الذين ذهبوا إلى السوق المركزي في اليوم ذاك عرفوا إنه ديل ما جاي يسووا، ديل قاعد يجمعوا قواتهم تحت غطاء السوق، قاعد يجمعوا قواتهم تحت غطاء الهدنة. وبالفعل من ذلك اليوم مشوا، وعندهم تسجيلات، هم كلهم مسجلين حاجاتهم. يقول لك بلا هدنة بلا كده، ماشيين مدينة طوال نحن للجهة الفلانية. ده الانتهاك الأساسي. ما المظلات مشت ضربتهم، هم يجوا ضربوا المظلات تاني يوم الهدنة، وده احنا عايشينه شايفينه بعيوننا. الهجوم على المظلات والهجوم على سك العملة. بالتالي الذين انتهكوا الهدنة هم قوات الدعم السريع، وانتهكوها بالآتي: بعدم مغادرتهم لمنازل المواطنين، بعدم توقفهم عن مراكز ارتكازات التفتيش في الشوارع التي تعوق الحركة،
وتكون أساسا هم عاملينها للقبض على المواطنين ولنهب المواطنين، لأن يفتشوك ولنهب سيارات. خرقوا الهدنة، ما طلعوا من المستشفيات، والمستشفيات شيء أساسي جدا في المساعدات الإنسانية اللي هو حق العلاج. انتهكوا ده، ما في له أي إشارة هنا، بس المرافق العامة وحرقها. ثم بعد ذاك انتهكوا الهدنة عندما تخفوا وراء المدنيين في الأسواق وانطلقوا منها للهجوم على معسكرات الجيش. ثم أين التكييف بتاع اتخاذ المدنيين دروعا بشرية؟ من الذي اتخذ المدنيين دروعا بشرية؟ ده ما في له ذكر، ما بتذكره. ما أي بيان انت في البيان بدأت توصف الحالة كما هي على الأرض. هذا التوصيف ده أمين؟ هذا توصيف غير أمين وتوصيف ناقص. شوف بعد ما يقول لك شنو؟ إدانتنا المغلظة أو المغلظة لها من مواجهات مسلحة. مواجهات مسلحة تمت بوين وين؟ بعد خرق هل المظلات مش هاجمت؟ هل المظلات مش هاجمت؟ إدانتنا المغلظة لها من مواجهات مسلحة واعتقالات للمدنيين والعاقل وصول المساعدات الإنسانية واستمرار تواجد قوات الدعم السريع في المرافق العامة ومنازل المدنيين والتعدي عليها وعلى قاطنيها. ده خلاص انتهوا كده. طوال جو الكفة بتاعت الميزان الثاني وتواصل القصف الجوي والمدفع العشوائي بواسطة القوات المسلحة. أنا عايز أسأل سؤال، وهذا السؤال أتمنى أن أجد له إجابة. ما معناه أتمنى إنه، لأن هذا السؤال سؤال فني أساسي في تحديد طبيعة فهمك للمسألة وبالتالي موقفك منها. هل الدولة عبر سلاح الجو والجيش شافت منطقة هي تعلم أنها ليس فيها جنجويد وقصفتها as a prime target كهدف أساسي as a prime target، أم أن ميليشيا الجنجويد تخفت وراء المدنيين واتخذتهم دروعا بشرية وتخفت وراء المؤسسات مثل المستشفيات، ولما جاء سلاح الجو بتاع الدولة قصف هذه المواقع، إصابة المدنيين كانت collateral damage، أضرار جانبية ما مقصودة. ده سؤال مهم أتمنى إنه أسمع منه إجابة من أي شخص من المؤتمر السوداني وعلى وجه التحديد من المكتب السياسي، لأن ده بحدد بالضبط الحصل. لا يوجد أي تبرير عندنا في إصابة مدنيين، لا يوجد. نحن ضد إصابة المدنيين، لكن علينا أن نكون شجعان ونوصف الحالة كما هي. بالتالي إذا نحن قلنا السلاح الجو بتاع الدولة السودانية بيقصف مواقع مدنية ويعلم أنها مدنية ليس فيها جنجويد as a prime target كهدف أساسي، هنا توجه الإدانة للدولة. داخل الدولة دي في جيش وفي بوليس وفي شعب. أما لو قلنا إنه ميليشيا الجنجويد تتخفى وراء المؤسسات من مستشفيات إلى مصالح إلى منازل العيش، وبالتالي سلاح الجو بتاع الدولة هو بيحاول يضربها في المواقع دي، بيصابوا مدنيين as a collateral damage كأضرار جانبية غير مقصودة. إذا قلنا كده علينا أن نبدأ الإدانة بالجهة التي تتخفى وراء المدنيين، نبدأ الإدانة هناك، ثم نيجي الإدانة بعد ذلك تشمل سلاح الطيران، لأنه في هذا العصر يمكن للتصويب أن يكون أكثر دقة.
ويكون ما فيه ايرور باكثر من مترين ثلاثه، خليك من يمشي لخارج الاهداف. ده المفروض يحصل. الكلام ده البيان بتاع حزب المكتب السياسي حزب المنظور السوداني بيعمل له تعمية، وهو لا يوصف الاشياء كما هي ولا يعطيها حجمها. مثل هذه المواقف الضبابية الرمادية المغطاة بورق الكلام هي التي تجعل الكثيرين يقولون أن قيادة هذا الحزب فاد لإرادته وتم شراء إرادته بالدراهم الإماراتية. أنا ده الكلام ده أساس الشيء اللي بخلي الناس يتكلموا الكلام ده، بالذات لما يكون في إماراتيين مسؤولين بيقولوا كل زول دافع له واللي بيغير موقفه بنفضحه لما يجي مسؤول إماراتي يقول الكلام ده. بعد ده شوف هم ما بسموها حرب الميليشيا الجنجويد العابرة للحدود ضد الدولة السودانية، هم بيسموها حرب 15 ابريل عشان يتحاشوا توصيف الحرب دي بيمونوا منه. بعدين بيتكلم وارث ثورة ديسمبر المجيدة وضعا بالغ التعقيد خلفه النظام السابق تمثل في تعدد الجيوش وانخراطها المتعدد في السلطة السياسية. إذا دي الحرب دي كانت حتجي كضرورة، بالتالي هي ما عبثية. بالتالي ما عبثية. شفتوا؟ بعدين يوجهوا الاتهام للجيش، يعني للجيش قال واجهت حكومتها الفترة الانتقالية تعقيدات بالغة في التعامل مع المنظومة الأمنية والعسكرية. طبعا ده تحايل، لأن العقبة الأساسية هي كانت الجيش والدعم السريع والبوليس والأمن. ديل اللي كانوا عقبة. هم ما داري يقولوا الدعم السريع كان عقبة، ما داري يسموه. شوف بيقوموا يجيبوا التعميم. كما شهدت توترات بالغة بين القوات المسلحة والدعم السريع. إذن هم منتبهين للتناقضات البنيوية التي أدت إلى الحرب. شفتها؟ وفعلا بعدين شوف لما جو قالوا في انقلاب 25 اكتوبر تم تنفيذه شراكة بين القوات المسلحة والدعم السريع. هنا ذكروا عديل طبعا، لانه حميدتي قال الانقلاب، قال هو انقلاب ونحن ندمانين غلطنا عليه، ما قال تصحيح. بعد ده يجوز لك انك تقول والله الانقلاب كان خطأ، لانه سيدو ذات اعترف به. شوف وين بيذكروا الدعم السريع عديل فيما لا يمكن أن يلاموا عليه، فيما لا يمكن أن يلاموا عليه. بعد ذلك بدأ الصراع بين البيان يتكلم عن حدة الاستقطاب بين الجيش والدعم السريع. قال ولما وصلت حدة التوترات إلى وضع يهدد أمن البلاد وسلامتها طرحنا في قوى الحرية والتغيير ضرورة معالجة الأزمة الوطنية الشاملة عبر عملية سياسية تضع قضية الإصلاح الأمني والعسكري كأولى مهامها، بما يؤدي للوصول لجيش واحد مهني وقومي ينهى عن السياسة عبر مصفوفة زمنية مفصلة تشمل دمج الدعم السريع في القوات المسلحة وتنفيذ الترتيبات الأمنية المتفق عليها في اتفاق يوبر السودان. وكما هو معلوم أثمرت هذه العملية بعد تفاوض طويل توقيع الاتفاق الإطاري في 5 ديسمبر 2021 بين القوى المدنية والقوات المسلحة والدعم السريع. هو شوف يعني القوات المسلحة والدعم السريع يعني دي ذات التناقضات، يعني هم ده التناقض اللي أدى إلى الحرب وهم معترفين به. وهو
الاتفاق الذي نص بوضوح على قضية الجيش المهني الواحد وخروجه من السياسة، ومن ثم بدأت الأطراف مناقشة تفاصيل القضايا، مما أثمر ورقة مبادئ وأسس إصلاح القطاع الأمني والعسكري في 15 مارس 2023، حيث وقع عليها كل من القوات المسلحة والدعم السريع والقوى المدنية، ونصت على حزمة من الإصلاحات الضرورية في القطاع الأمني والعسكري، وعلى دمج الدعم السريع في القوات المسلحة في مدة زمنية لا تتجاوز 10 سنين على 4 مراحل. أولى هي توحيد القيادة فورا 10 سنين. هذه جابت الحرب، هذه جابت الحرب. توحيد القيادة أول حاجة ده ما DDR، ما ده جاب الحرب، ده دور قحط في إن كان لها دور في الحرب، ليس من باب أنها تريد إشعال الحرب، لكن من باب ارتكاب الأخطاء الذي زاد تعقيد التناقضات. أول حاجة، شنو توحيد القيادة؟ توحيد القيادة يعني حميد تبقى نائب القائد العام للقوات المسلحة، ده توحيد القيادة، نائب القائد العام، وهو نائب القائد العام قواته لسه ما دميت، لكنه يرأس الجيش، لكن قواته بالتدريج. ده حميدتي اللي جاب 26,000 في نفس شهر مارس ده وأبريل، جاب 26,000 من قواته دخلها. ده حميدتي اللي مستولى على جبال بتاع الذهب وعنده علاقات خارجية. تمام كده. نرجع تاني للدكتور بعد سمعنا البلوك اللي قالوا هسه ده. للأسف يعني الدكتور هنا مشى في اتجاه اللايفاتية والهتافية والمغارز بتاعت الفيسبوك، ودي كلها حاجات يعني ما دون الغامة بتاعته، يعني كرجل مثقف وكده. لأنه يعني قاعد يشيل في البيان، لغة البيانات دائما لغة مقتضبة. يعني انت داير تطلع بيان، ما حتقعد تشرح تقول دخلوا البيت وشالوا الخزنة وشالوا البتاع، بتقول حدثت سرقة. جوا الحدث السرقة دي في القصة كلها، مركبوا كيف، نزلوا كيف، طلعوا كيف، ما عملوا شنو. يعني في البيان الدكتور حاول يلقى له طريقة يهاجم بها الأخوان ديل في المؤتمر السوداني. يعني بصورة المؤتمر السوداني أدان موقف الدعامة، وأدان الموقف بتاع الجيش، ولو جينا لعدد الكلمات إدانته لموقف الدعامة أكبر، وقال داخلين ما زالوا في البيوت وما مرقوا منها، المعوقات اللي قالها يعني قدر الكلام الممكن يكفي في البيان. يعني ما انت ما تكتب لك بحث كامل في البيان. يعني هم قاعدين في البيوت، ما زالوا قاعدين في بيوت الناس. هل قاعدين يسقوا الشجر يعني، ولا قاعدين يعملوا في شنو يعني؟ ما بالتالي انه طالما انه هو قاعد في بيت زول، معناته ما اخذ الزول ده درع بشري ولا ما اخذه، لانه هو طالما قاعد في بيته ده تلقائيا ده درع بشري. يعني الا اقول لك هو قاعد في البيت وسرق البتاع ونهب الهناية وبيع مستخدم ده، ما هي بالاضافه يعني الدكتور اصر وشرحها بكم طريقه وجابه بكم طريقه بس دي كلها ما اعرف ليه. يعني ما اعرف الدكتور داير كم كلمه او كم جمله عشان تخلي الشرح ده كافي ويرضي طموحه يعني. لكن بعد كده جانا الدكتور بسؤال، والسؤال انا بعتبره هو نتيجه اكثر من سؤال. سؤال الدكتور ده نتيجة بتاع انه هل الجيش اتعمد يضرب جهة فيها مدنيين وكده.
طيب ده سؤال بالمناسبة سؤال ساذج جدا جدا، لكن مثلا السؤال اللي بديك لي انا ده بقول لك الغصف الجوي ده بيفرق بتاع الطيارات ده والدانات اللي بتترمي دي بتفرق بين المواطن والعدو كيف؟ يعني بتفرزهم كيف؟ والجيش ده وقت عمل خطته للحرب والجيش عارف نفسه معتمد اعتماد يعني ما حكون عارف اكتر منهم، يعني معتمدين. ولان هسه نحن بقيت عندنا ثقافه بتاعت حرب شويه، يقول لك الجيش معتمد على سلاح الطيران، ما بعرف ما عنده مشاة عنده بتاع، دي حاجات تعلمناها هسه. لكن بذلك الجيش ده وقت عمل الخطه بتاعته دي كامله وهو معتمد على الغصب بتاع الجوي ده بتاع الطيران عشان يحسم به المعركه دي. الجيش ده يتحسب لارواح المواطنين ولا لا؟ ولا تركوها كده بس اللي قانون الحرب العام وقانون الدعامة الخاص؟ وده قانون الدعامة الخاص ده مهم جدا، لأنه قيادة الجيش رب الفور هم أكتر ناس بيعرفوا المخالفات والتفلتات اللي عملوها الدعامة في الحروب. الحروب الخاضوها كلها في دارفور هم عارفين سلوكهم كويس جدا جدا. بالتالي انت جاي تحارب لك زول وانت عارف سلوكه كويس، انت عارف، يعني انت عارف الكلام ده بيدين الجيش ادانه، لانه ده الشغل الاستخباراتي، ده العمل الاستخباراتي. تاني حاجه يعني حقيقي حاجه محزنه اما انت تقول لي المدنيين اتصابوا اصابه جات ما حاجه برايم تارجت. ده كلام. انت عارف يعني في الدول اللي عندها قيمتها والجيوش اللي عندها قيمتها ممكن يلغوا هجوم كامل عشان خاطر حياة طفل او حياة شخص واحد. تجي تقول لي تضرب قدر دو تقول لي الجيش ما ضرب ولا يعني ما ضرب حاجة مقصودة، اللي بيموتوا ده بيموتوا بالجنبة. لا ده كلام حقيقي ما عنده. عموما نرجع انه البرهان بيعرف كويس جدا الدعامة وبيعرف بيخوضوا الحروب كيف. يبقى كونه ما متحسب للحاجة دي وجخل الحاجة دي انتقلت بالكربون، الشيء اللي بيعملوا فيه الدعامة ده ما حاجة تحسب له. ودي الأسئلة المفروض تنطرح، كيف الجيش بيقود له في حرب بدون استخبارات؟ وهسه احنا بنتكلم عن جيش مهني ومحترف واكثر من 100 سنه وغيره وغيره. طيب يا اخي انت جيت ضربت الحواري، ضربت الدعامه والمعسكرات بتاعتهم، وانت عارف معرفه كويسه جدا انه البرهان بالذات عارف الحاجه دي. لما كانوا حكايتين في حكايه واحده، هو الدعامه ادى المعسكرات كلها في الحواري او محاوطاها سيفيليانز، والدعامه قاعدين في المدينه، والدعامه معسكراتهم حول المدينه وكل شيء ده، وانت جيت ضربته بوف ضربت المعسكرات دي رغم انها جوا المدن. يعني ونحن بنعرف الاربن بلاننج بتاع ام درمان والخرطوم والبحري كلنا حافظينه تقريبا، خصوصا جيلك ده وجيلي ده عارفينه تماما. ممكن من هنا انا اوصف لك سلاح المهندسين وين وسلاح الاشاره وين والسلاح ده كله اشرحه لك. ف انت ضربت لهم المعسكرات بتاعتهم، تفتكر حيجري وين؟ بس وريني ساذج ممكن يقول والله الدعامه ديل كريمين خلاص طالما ضربوا المعسكرات بتاعتهم اللي يمرقوا على الخلا عشان ما يعوقوا المدنيين. ابدا. دل نفس البشريه. اما انت تكون مفزوعه وخايفه ومخلوعه
من الهول بتاع القصف بتاع الطيارات ده ما بتجري للخلا عشان تضربني افتح لك صدري، بجري جوا الحله. ودي افتكر حاجه طبيعيه المفروض كان الناس تتوقعها يعني. تاني حاجه، انت بتضرب لك في رتل بتاع تاتشرات فيه 20 تاتشر لك سي، ضربت فيه ودانا فرطقت تاتشرين وصورتهم وجبتهم وهللت بهم وكبرت بهم، ال 18 مشوا وين؟ مشوا جوا الحله يا حبيبي. فانا بفتكر في مشاكل استخباراتيه كبيره جدا، وفي غرارات ما بعرف هوجاء افتكر في الحاجه دي. انا بفتكر مفروض الاستخبارات تكون عندها افتراضات منظوره وغير منظوره قبل اي طلعه جويه تطلع، وما قادر اتفهم الموقف بتاع الجيش اللي بيحصل بالصوره دي. والتدابير يعني التدابير اللي ما حصلت تدابير لانه انا خايد حربي بالطيران معناته عندي ليكج في الارض. وين ليه ما استخدموا الدفاع المدني؟ ليه ما استخدموا البوليس؟ ليه ما كان مثلا يكون في ادجستمنت؟ حرب كامله حصل، شفت لك عربيه اسعاف بتاعت الجيش، حصل شفت لك عسكري جاء حل له اسعاف له مدني، حصل شفت لك هنا عربيه مطافي حايمه طفت لها نار في حته ما شفتها. وتاني حاجة يا دكتور، انت الجيش عنده خططه وخاش بها الحرب، لكن ما بتقدر تفرض على الطرف الثاني انه يرد الفعل، ردة فعله تكون كيف؟ لا تكتيكيات حربية ولا اخلاقية يعني. طيب قوة الدعم السريع، انت كررت الكلمة بتاعت أجنبية ومارغة وغير مهنية وغير مؤهلة وما إلى ذلك من نبذ يعني، ومشيت فيه كتير جدا. أنا ما عندي مانع في نبذك ده كله، ما عندي مانع في نبذك ده كله، لكن حقيقي قصة أجنبية دي أنا ما قاعد أحب تداولها لأنها محرجة، خصوصا اللي زول زيك شغال في موضوع الهويات، ولقدام انت حتخش في تناقض كبير جدا بانك حتشرح الاصول بتاعتهم، وانا بثق في شرحك للاصول لانك زول في الحاجه دي ضليع. انا ده قطع الشك يعني ما في كلام فيه. فكونك انت تكرر كلمه النبيه دي انا ما قاعد اقدر ابلعها ليك يا MGH كما يطيب لك توقيع اسمك يعني. تاني لفيت وقلت إدانة الجهة التي تخفى خلف المدنيين وتسبب لهم أضرار جانبية وبتاع، يعني تاني لفيت في نفس اللفة. يعني زي ما قلت لك هو قاعد في البيت يعني، فمنو قاعد يكوي في الهدوم ولا قاعد يعمل في شنو يعني؟ ما كذا قاعد في البيت ده معناته متخفي في خلف المدنيين يعني. انا بتوقع انه الجيش يغير خطته حفاظا على ارواح المواطنين يعني، يحاول يجي يقعد في الوطن شويه، لانه الجيش هو المسؤول الاول من المواطن، ما الدعم السريع. الدوله جيش والرئيس الدوله كان اخر زول الجيش، والجيش هو الحاجة اللي احنا معترفين بها وهي الحاجة النظامية ما الدعم السريع. انزلوا الواطة ولقطوا الناس الدعم السريع ده البلمونقات من بيوتنا بدل توعوا تحفروا بالإبرة في من فوق السماء يعني. من الصدف يا دكتور وانا بستمع لتسجيلك ده وشرحك عن دقة التصويب والإيرور والبتاع والهناك والكده، لقيت جاتني في البوست بتاعي صور من الموالح ومراح بتاع جمال مرمي في الأرض، جزء منه بقى لحمة مفرومة وجزء منه اتقسم نصفين وجزء منه تم توزيعه على القبل الأربعة، وبرضه مجموعة من المدنيين 4 افتكر من أسرة واحدة، ماتوا 12 لكن 4 من أسرة واحدة. فده ضرب بتاع طيران في الموالح في رتل بتاع جمال، ديل برضو طلعوا
وبالمناسبة اما اتضربت الحتة دي ما في ولا دعامي واحد وانا اجزم لك بالحاجة دي. دير برضو دروع بشرية، الجمال طلعت دروع بشرية، لكن احسنت الثقة لثقتي فيك. قلت يمكن تكون كلمتك بتاعت ايرور دي ومترين وثلاثة امتار ده خطأ عارض، وانه احتمال يكون في دعامة مدسين تحت الجمال دي، واساسا لانه هم تجار جمال زي ما بيقولوا تجار حمير ما عارف. اوكي يمكن عاودهم الحنين ولا كده، ليتس سي اوكي. اجي تاني يوم اسمع بانه الطيران ضرب منزل الهادي ادريس رئيس الجبهة الثورية وعضو المجلس السيادي. يعني دي شوية كده قلت لا 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 بعد الدكتور ده يعني الايرور بتاعته دي جاطت. وبعد الهدنة الخرطوم فجعت بغصب مدفعي عشوائي في كل أنحاء المدن الثلاثة العاصمة، دمرت المرافق وموت بالجملة للمدنيين في منطقة جنوب الحزام. في اللحظة دي أنا قررت أرد على التسجيل بتاعك ده. رجعت تاني أنت في توصيفك إن الدعم السريع وما وصفوه بالصورة المضبوطة وبتاعه، وقمت اشتغلت عليك شغل كده بلغة كبيرة، المواقف الرمادية والتعتيم والتعمي والبتاع والهناي، وطق نزلت قيادة المؤتمر السوداني عملاء للأمارات ومبيوعين. شوف أنا تسجيلاتي دي ما دفاعا عن قحط ولا عن المؤتمر السوداني، وعندي عليهم مؤاخذ كثيرة جدا جدا، لكن تسجيلاتي دي لك كنخبة وكذلك كنت معجب بيه إعجاب شديد جدا جدا، وقرأت لك وكل حاجة، واستضفتك هنا لما جيتنا وعملت لك ندوة، وكنت من أكبر المعجبين بك لحد ما بديت مواقفك تتهز قدامي زي ما قلت لك، يعني زعزعتني. انت هنا يا أستاذ يا دكتور دخلت في بند قائمة الاتهامات المجانية، الاتهامات المجانية التي يمكن لأي شخص إنه يصرفها وفي أي وقت وما بيتحمل فاتورة دفع القيمة بتاعتها طالما هي ما بتلقي بال للمبدئية والأخلاق. وأنا أتمنى إنه يعني أتمنى النقطة دي بالذات أنت تلقى لها مخرج في تسجيل تاني أو في كاتبة لناس السوداني ديل، تشوف لك طريقة تتخارج منها، لأنها ما جميلة في حقك ولا في حق إلا شوف الكلمة دي تطلع بالأسماء والأدلة والأرقام كده، تقول فلان أخذ كذا من كذا في سنة كذا كذا كذا. بالطريقة دي أنت ممكن الناس تقدر، لكن الوصف والعمالة والاتهامات المجانية دي ما حقت الناس المعولين عليهم يكونوا هم دافع للفكر والثقافة في البلد. رجعت تاني لكلمة ميليشيا عابرة للحدود، ودي كلمة برضو محتاجة منك لشغل. انت علقت عن التعقيدات اللي ورثت البلاد من العهد السابق، وعلقت عليها تعليق فطير كده ولفيت في الكلام، لكن أصغت كلامهم ذاته بشكل تاني وما ضفت شيء، يعني فسرت الماء بالماء بعد جهد. كمان التقييم بتاع موقف الرجال في الثورة صعب عليك تقيمهم، الناس اللي شغالين بالسياسة دي، لأنك أنت كنت بتتكلم، أنت يعني بتنتمي لفصيل بتاع حركة مسلحة، وبتتكلم عن ضرورة فكفكة الدولة السودانية بتكوينها الغايم طوبة طوبة، يعني الحرب والدمار
وديل ناس معولين على الثوار وعلى السلمية، معولين على السلمية. يعني هسه كل الحاجات اللي انت شايفها في السودان دي حصلت ثورة ضخمة شفتها انت بعينك، لكن زي ما قلت لكم قبل كده ركلتوها. الناس دي كان بيضربوا فيهم بالرصاص وهم معولين على السلمية. فالفرق كبير جدا بانك تقدر تشوف الناس دي من منطلق من داخلك، لانه من داخلك انت زول بتعتمد الحركات المسلحة، بتعتمد الحرب، بتعتمد الفرتيك، بتعتمد الفكفكة. فصعب عليك انك تغيم زول بيعتمد السلمية والحوار والسياسة والنفس الطويل. تاني حاجة يا دكتور، الظهور بتاع حميتي كنجم في الثورة دي أو في الشيء الحاصل ده في الفترات الفاتة ال4 سنين الفاتة دي، سببه الكبير هو تقاعس الحركات المسلحة اللي كنا معولين عليها انها تكون يد العون للثورة الشعبية السلمية. كنا مفكرين انه عبد العزيز الحلو وعبد الواحد وكلكم حتيجوا تتلموا وتكونوا ضغط وتتلموا وتعملوا جيش موحد وتضغطوا وتسلموا المدنية وتقيفوا عليها. لكن حدث ما حدث. رجعت تاني للتناقض البنيوي، ما حرجع له تاني نكرره. بعد ذاك قريت فقرة مقتبسة طويلة من البيان ومن الحاجات الجيدة فيها كلها أو كلام البيان كله، سواء المقتبس ده من البيان سواء كان بخير وبشره، انت ما وقفت إلا هم بيكتبوا الحركات القوات المسلحة وطوالي الدعم السريع، القوات المسلحة والدعم السريع. انت دي الحاجة الوحيدة اللي وقفتك. وانت شوف بالله خاتمنا كيف خطوا القوات المسلحة يتبعوها بالدعم السريع. طيب يعني احنا ده مش شاكلين نتبعها بمنو يعني. فدي شوية كده احسبك بقاعد تفتش في والله يعني، او اقول لك مثلا قاعد يخونك التعبير. يعني اول مرة احس بالحاجة دي. بنود الاتفاقية ودي انت شكلك ما ملم بها كتير، شكلك بعيد عن الاحداث، 10 سنين و5 سنين وبتاع هنا، دي حاجات تفاوضية. وافتكر لو دار دي تعمل لها ورشة عمل، عملت لها ورشة واتناقشت بصورة كبيرة جدا جدا عشان الناس تقدر تعمل جيش مهني. الواحد بيشيد بقوة بالشيء اللي بيعملوا فيه السياسيين ديل، انت ما قدرت تشيد بها. وانا ما عارف من غير ديل هل حيكون، بسألك يعني من غير ديل هل حيكون في فراغ سياسي ولا ما حيكون في فراغ سياسي؟ والبديل له منه. انا في رأيي انت ده السؤال ده لو ما قدرت تجاوبه انت اتفقدت عندك الامانة الفكرية، وافتكر بقت عندك مشكلة كبيرة ورئيسية. تمام. أنا حقيف هنا، ومن بكرة حنبتدي نشتغل الجزء الثالث اللي هو أنت بدأت تشرح في حميتي و26,000 جندي وبتاع دي، نشتغل على بكرة بإذن الله. شكرا لكم. وليد معروف بلجيكا.